السلام عليكم البنات، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه ديالي Aiza's Welt. Für die Leute, die nur Deutsch sprechen oder keine Arabisch verstehen, sage ich mal herzlich willkommen auf meinem Kanal Aiza's Welt. Heute ich habe was Besonderes gemacht, und zwar ich habe eine kleine Übersetzung bzw. die Zutaten auch auf Deutsch geschrieben, zum ersten Mal. Es würde mich freuen auf jeden Fall über eure Kommentare, Meinungen, und ich wünsche euch viel Spaß. Heute machen wir einen Apfelkuchen und ich lasse euch mit die Zutaten. البنات اليوم غنديروا واحد الطورطه ديال التفاح اللي صراحه كتجي سهله بزاف، بسيطه، المقادير في المتناول وما كتاخذش بزاف ديال الوقت، ومع ذلك كتبان راقيه وكتجي بنينه في المذاق. نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تخليوا لي التعاليق، ونتمنى انكم تجربوها. ونبداو مع الوصفه ديالنا ولا مع المقادير ديالنا. فلهاد الوصفه اول حاجه كنحتاجوها تقريبا 3 ديال البيضات، 3 المعالق ديال السكر، و150 مليلتر تقريبا ديال الزيت ولا كاس ديال الزيت كيف كنقولوا حنايا، كاس ديال العنبه. اول حاجه كنديروها هي كنطربوا هذاك السكر مع البيض، كنطربوه مزيان، ومن بعد كنضيفوا ليه الزيت كنخلطوه كنطربوه. مهم فهمتوني؟ فالبنات هي صراحه وصفه بسيطه ما فيهاش كاع المقادير، يعني اللي شاف المقادير غايقول لك كتجي شي حاجه زعما بسيطه بزاف، ولكن كتجي راقيه وكيجي واحد الكو واحد المذاق فيها والله لا روعه. يعني واخا جربت الطورطات ديال التفاح ولا الكيكات ديال التفاح كي كنقولوا حنايا تعييت، وهاد الطريقه هي اللي خرجت لي زوينه بزاف وهي اللي كتعجبني بزاف. فانا كيف شفتوا زدت الفانيلا تسوكا ولا سكر الفاني، زدتو واحد القبيصه تاع الملحه، ودابا زدت شويه ديال الدقيق. كنبقى نزيد الدقيق شويه بشويه، وانتم عينكم ميزانكم باش تشوفوا هذاك الدقيق واش كيشرب ولا لا، على حسب انه هو اللي كتستعملوا. ما تكونش ديك العجينه ثقيله وما تكونش عاوتاني خفيفه بزاف. هنايا غنزيدوا شويه ديال الخميره، ولا تقريبا 15 حتى 16 غرام ديال خماره الحلوه، وغادي ناخذوا المول وغادي نديروا ليه شويه ديال الزبده وشويه ديال الدقيق باش ما تلصقش لينا هذيك الحلوه، وغادي نضيفوا ليها التفاح اللي انا ديجا خديته وقطعته رقيق بزاف ودرت ليه شويه ديال السكر. نورمالمون كاين الناس اللي كيزيدوا ليه حتى القرفه، انا هنايا ما زدتهاش ليه، فحتى هي كتعطي كو زوين ولا مذاق حتى هو زوين. وكنحاولوا اننا كنعمروا فوق هذاك ديك العجينه. كاين اللي كيحط شويه ديال العجينه ويحط عاوتاني داك التفاح، انا لا، انا كنحط هذيك العجينه وكنحط التفاح فوقها، كنبقى كنضغط عليه بهذيك المعلقه بحال هكذاك وكيطلع هذاك العجينه. ديجا فاش كتبغي طيب يعني داك التفاح راه كيهبط لتحت. وكيف شفتوا دابا غندخلها للفران تقريبا 180 درجه لمده نص ساعه، ونجبدوها ونوريكم باش غادي نسقيها. فها هي الحلوه ديالنا وجدات. ودابا غناخذوا الليمون، تقريبا نص كاس ديال عصير الليمون. كيف شفتوا انا داك الليمون ديجا حكيته حيت غنحتاج هذيك القشره ديالو حتى هي غنسقي بها ولا غنعسل بها هذيك الحلوه. زدت هنايا 2 المعالق ديال العسل، وغادي نخليهم يسخنوا حتى يدفى شويه هذاك الليمون ولا يتخلط مع داك العسل. ومن بعد نزيدوا ليه القشره ديال الليمون، تقريبا 2 معالق ديال القشور ديال الليمون محكوكين. فكيجي داك الكو ديال القشره ديال الليمون مع العسل، كيجي صراحه روعه، مع الحموضه والحلاوه داكشي مخلط كيعطي واحد المذاق رائع. خفيفه كتجي وميم طون كتجي زوينه وراقيه في المذاق وفي الديكور. فهنايا كنسقيو بهذيك الحلوه اللي كتكون مازال سخونه، يعني ما نتسناوش حتى تبرد عاد نسقيوها. فاش كنخرجوها من الفران كنوجدوا هذاك السيروب ولا هذاك السيرو باش غنسقيو، وهو باش نديروا عليها نيشان، يعني ما كنتسناوش. من بعد كناخذ هنايا الغبره ديال اللوز مطحون. من الاحسن الا كان عندكم اللوز مقلي ومهرمش مقرمش، ما عرفتش اش كتقولوا ليه. المهم الا كان عندكم اللوز كيجي واحد الكو رائع به. يعني انا هنايا ما كايناش في كوزينتي، ما كايناش في داري، داكشي علاش عديت باش ما كان. فكيف كتشوفوا راه كتجي في المنظر زوينه بزاف، وكتجي من الداخل عامره، يعني داك التفاح كيتعسل فيها بزاف، معك تشرب مع داك العصير ديال الليمون والعسل.
كيجي واحد الكومبيناسيون ولا واحد الاندماج باللغه العربيه، كيجي زوين وكتجي في المذاق خفيفه وسهله بزاف، والمقادير ديالها في متناول الجميع صراحه. يعني العسل الليمون والتفاح كيتلاقيه في اي دار وكيكون عند اي واحد ممكن انه يصايبها. فكنتمنى ان الفيديو اليوم يكون عجبكم، ونتمنى انكم تخليوا لي التعاليق ديالكم والاراء ديالكم والانتقادات كالعاده ديالكم. وبالنسبه للناس اللي يلاه انضموا للقناه كنقول لهم ما تنساوش تدقوا الجرس، ما تنساوش ديروا ابوني باش يوصلكم ديما الجديد ديالي، ومرحبا بكم عندي. كنتمنى لكم مساء سعيد ولا نهاركم مبروك على حسب التوقيت اللي كتشوفوا فيه الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله. تشيس.